ازيكم عاملين ايه؟ النهارده بقى هنعمل فطيرة البيتزا. هنعملها بعجينة سهلة جدا، بسيطة وسريعة واقتصادية في نفس الوقت، وفي كمان لذيذة. فطيرة كده حاجة خرافية زي ما انتوا شايفين كده شكلها ولونها، وكمان طعمها تحفة. تعالوا معايا بقى اقول لكم مكونات الوصفة بتاعتنا دي. معانا اول حاجة كده مؤقتا 3 كوبايات ونص من الدقيق وعليهم رشة من الملح، معلقة كبيرة من السكر، 3 معالق كبار من الحليب البودر لو مش متوفر خلاص، بس بيدي طبعا طعم حلو جدا للعجينة، معلقتين كبار من الزيت، كوباية من المية الدافية، هناخد معلقة كبيرة من الخميرة ونص معلقة كبيرة او معلقة صغيرة من البيكنج باودر، يعني نص معلقة كبيرة بيكنج باودر او معلقة صغيرة بيكنج باودر. فاول حاجة كده هنجيب بولة نحط فيها شوية كده الكمية بتاعت المية الدافية والسكر، وهنحط معلقة كبيرة من الخميرة. واحنا بنضيف الخميرة كده، لو انتوا اول مرة تشوفوا القناة حطوا صباعكم حالا بالا على كلمة اشتراك او سبسكرايب، فعلوا زر الجرس ودوسوا على كلمة الكل عشان يجيلكوا اشعار بكل فيديو جديد بنزله. الناس اللي مشتركين اوعوا تنسوا اللايكات والشيرات، ويلا حطوا اللايك حالا بالا. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هنقلب الخميرة مع السكر مع المية الدافية. مش متأكدين من الخميرة بتاعتنا، هنعمل الخطوة دي ونسيب نغطيها ونسيبها شوية نشوفها تفعلت وحجمها اتضاعف تمام، ما تفعلتش واتفضلت زي ما هي يبقى الخميرة بايظة. هنحط كده 3 معالق بقى كبار من اللبن البودر، وهنحط معلقتين كبار من الزيت، زيت نباتي زيت زيتون اي نوع زيت تمام، أو معلقتين ممكن بقى تضيفوا، عشان احنا هنا طبعا مش في مكاننا، فما كانش متوفر عندي زعتر سوري، طبعا انا بحبه في كل المعجنات، او تحطوا بصل بودر، توم بودر، يعني زعتر عادي اللي يعجبكم. تمام كده. هبدأ دلوقتي احط البيكنج باودر. حطوا اللايك وما تكسلوش وما تعملوش تخطي للإعلانات، واقعدوا في الفيديو للآخر عشان تستفيدوا من الوصفة وتشوفوا شكلها النهائي. خلاص كده حطينا معلقة صغيرة من البيكنج باودر. هنقلب بقى. بصوا أول ما حطيت البيكنج باودر عمل فوران، ده دليل إن البيكنج باودر بتاعي تمام ومظبوط وصلاحيته شغالة. هنقلب بقى كده اللي احنا حطيناه ده البيكنج باودر كده، خلاص خلصنا السوائل بتاعتنا. هبدأ دلوقتي أضيف الدقيق واحدة واحدة. أنا هنا بالنسبة لي ضفت حوالي نص كوباية بالتقريب، طبعا انتوا مش هتضيفوا نص الكوباية دي غير لما تحطوا ال3 كوبايات والنص وتحطوهم بالتدريج، لأن كل واحد حسب نوع الدقيق بتاعه، زي ما احنا متعودين في أي معجنات بنضيف الدقيق واحدة واحدة. هنا اهو بصوا ضفت شوية، ده دقيق جباه بالوزن سايب. بصوا بقى العجينة بقى قوامها ازاي، والبولة بتاعتي نضفت تمام. احنا محتاجين عجينة طرية بتلزق حاجة بسيطة. هنا كان عندي كده نقطة من الزيت اهو دهنت بيها كده البولة، رشة من الدقيق، اي حاجة من هذا القبيل. هنضيفه بقى كده نحطه في البولة ونغطي البولة دي ونحطها في مكان دافي العجينة دي لغاية ما يتضاعف حجمها. هتشوفوا دلوقتي حجمها بقى قد ايه. هنبدأ عقبال ما العجينة بتاعتنا دي تختمر، هنبدأ نشتغل في الحشوة. طبعا الحشوة دي كل واحد حسب اللي متوفر عنده، أي حشوة ممكن تحشوها. أنا هنا أول حاجة عندي فلفل ألوان، عندي أصفر وأحمر بس، فهقطعه كده زي ما انتوا شايفين مكعبات صغيرة. أيوة كده. وهقطع برضو نص واحد، نص فلفلاية، مش هحط كتير، او قطعته زي ما انتوا شايفينه. انا هحشي الفطيرة دي بتاعتي اساسي باللانشون، هلفه كده واقطعه شرايح رفيعة. انتوا بقى تحطوا اي حاجة عندكم، شوفوا اي حاجة، اي لحوم ما عندكوش لحوم ممكن تحطوا زيتون وفلفل، زي البيتزا المارجريتا، احنا عاملين فطيرة البيتزا. ماشي. معانا هنا فلفل الوان ولانشون وزيتون شرايح كده وجبنه موتزاريلا، وهنضيف حاجه كده بسيطه كانت عندي في التلاجة، ممكن تعملوا من بواقي الجبن اللي عندكم وبواقي التلاجة تحشوا بيها الفطيره اللذيذه على الاخر، طعمها تحفه. حتى العجينه نفسها بتاعتها طعمها خرافي، هي بسيطه
بس لذيذة وتحفة. جربوا بس وانتوا هتعرفوا. هنا كان عندي كمية حبة كده من السجق او الصدوق البقالي اللي بنجيبه من السوبر ماركت. فحطيتهم دول بقى، شايفين الحبة الصغيرين دول؟ عطوا للعجينة بتاعتي او للبيتزا بتاعتي او الفطيرة حاجة كده واو والله. بصوا بقى، كان عندي بواقي جبنة تركي كده برضو فاضلين كده، حطيتهم قطعتهم كده حتت كبيرة عادي وحطيتهم. هبدأ دلوقتي بقى افرد العجينة بتاعتي. بصوا بقى اتضاعفت ازاي. شفتوا احنا كنا حاطينها كورة صغيرة، دلوقتي بصوا بقى حجمها ازاي. لازم تبقى العجينة كده متضاعف حجمها. هرش دلوقتي شوية كده من الدقيق على الكاونتر بتاعي وابدأ افردها. انا فردت العجينة دي من غير اي نشابة ولا اي حاجة، بايدي. انا فردتها بايدي. بصوا شايفين ازاي اهو. نرش بقى كده شوية من الدقيق ونبدأ نفرد العجينة بتاعتنا الخرافية اللذيذة، والله لذيذة. هناخد بقى كده، بصوا هشة طريقة يعني تحفة تحفة. بصوا بتتفرد معايا بكل سهولة بإيدي، ما فردتهاش بنشابة ولا حاجة، بإيدي. بصوا ظبطها بقى كده. بصوا بتتفرد ازاي عشان مختمرة صح، واخدة وقتها في التخمير. تحفة. بفرد كده مسافة ما بحط ايدي بتتفرد على طول. شايفين ازاي؟ هنقيس بس الصينية اللي احنا هنخبزها فيها، نقيس بس كده الحجم عشان يبقى الطول معقول مع حجم الصينية. هي كانت زايدة شوية بس انا ظبطتها. خلاص كده فردنا العجينة وعملناها على هيئة مستطيل. هجيب اول حاجة كاتشب. ما عندناش صلصة بيتزا يبقى كاتشب. صلصة البيتزا دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن بتجيبوا معلقة مثلا من الصلصة وتحطوا عليها شوية من الزعتر، شوية من التوم، فصين كده قصدي من التوم، رشة ملح وفلفل ونقطة من الزيت، ونسيبها تغلي غلوتين كده على النار لغاية ما تتقل وتحطوها. انا بعمل صلصة البيتزا كده، بس انا هنا حطيت كاتشب، ولما بعمل بيتزا الصراحة بستسهل وحط الكاتشب ومش بيفرق كتير. هنا حسيت ان الكاتشب حطيت كمية كبيرة فشلت منه شوية. هبدأ دلوقتي احط بقى الحشوة. اي نوع جبن متوفر عندكم حطوه. يعني عايزين تعملوا حاجة لذيذة وولادكم يتبسطوا بيها وما تكونش مكلفة، اعملوا بالإمكانيات اللي عندكم، بالبواقي اللي عندكم، هتعملوا حاجة حلوة ولذيذة في نفس الوقت والولاد كلها طبعا بتحبها. اهو بصوا بواقي الجبنة التركي دي أو الجبنة الرومي. حطينا اللانشون حبة كده معتبرين، زيتون، بصوا كله فوق بعضه زي ما انتوا شايفين كده، فلفل ألوان، وكام قطعة من السجق او الصدق دول عطوا طعم تحفة. خلاص كده تمام. هبدأ بقى اقطعها من الجنب كده ما اوصلش للاخر ونشكلها، نعمل اكس، علامة اكس، ناخد من الطرف ده ونيجي نرفع الطرف التاني وهكذا. اهو بصوا باخد واحدة كده اهي، نوسع بس نظبط بقى الحتة دي عشان تبقى ايه باينة ان هي علامة اكس اهو. واخد واحدة عكسها اهو من الناحية التانية، اخد واحدة من الناحية دي مرة وواحدة من الناحية دي مرة. تشكيلها سهل جدا وبتدي منظر كده تحفة تحفة. بصوا بقى الجمال. هخبزها على فرن سخن على درجة حرارة 200 على الرف اللي في النص، ولما تبدأ تستوي كده وتبدأ تاخد لون من فوق هولع الشواية وتاخد اللون اللطيف. انا هنا اللون اللي انتوا شفتوه ده كان بالفرن بتاع زمان يا ولاد، من غير شوايه، وطلعت لونها تحفه. بصوا بقى هنا كان عندي خليط الاجواش اللي عباره عن ايه؟ قهوه سريعه الذوبان اي نوع غير المقاطعه، ضفت لها نقطه من الميه وصفار بضايه وبس، ودهنتها كده. شايفين؟ بصوا بقى طلعت لونها تحفه ازاي، وبصوا اللمعه التحفه دي. هغطيها بقى شويه كده وبعد كده اوريها لكم. استنوا اوعوا تغيروا المحطه ولا تروحوا في اي حته. اهو بصوا بقى الجمال. بصوا بقى العجينة، بصوا الحشوة تحفة ازاي، حاجة كده خرافية. جربوها بس جربوها. بصوا بقى كان فاضل حتة من العجينة، الحروف اللي انا شلتها. بصوا عملت بيها ايه بقى. بصوا العظمة بقى، دي من البواقي اللي انا قطعتها عشان اظبط المستطيل بتاع العجينة. شايفين ازاي؟ احنا كده خلصنا وصفتنا البسيطة. جربوها، قولوا لي رأيكم في الكومنتات، واوعوا تنسوا اللايكات والشيرات، واقول لكم سلام.